بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يا مساء الجمال عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض كنافة البرمة، حاجة كده هتعجبك قوي وسهلة ان شاء الله وغير تقليدية خالص بالنسبة لأي كنافة عملتيها قبل كده، وهتعمليها بطريقة سهلة وبسيطة جدا ان شاء الله. و يعني تغيير في الكنافة شوية. معانا كده فول سوداني، ومعانا العسل بتاع الكنافة طبعا بيبقى تقيل شوية، ومعانا كمان عسل كلوكوز. هنبدأ بقى ننزل كده، نحط الحبة السوداني وهننزل عليهم كده بحوالي ربع كوباية من العسل كلوكوز، او ممكن تتقلي العسل خالص يعني يبقى تقيل وسميك كده، وتبدأ ان انت تعملي بيه ايه الفول بتاعنا. طبعا بتجيبي حوالي ربع كيلو فول، وبتبدأ ان انت تعمليهم على الاتنين. تبدأي بقى تجيبي الاسترتش بتاعك، وبتبدأي تفردي الفول وتحطي العسل بتاعك وعسل الكلوكوز، وبتبدأي ان انتي تلفيهم كده زي الرول، وبتقفلي من الجنبين، وبتبدأي رايحة جاية في بنفس النظام كده ان انتي تقفليه كويس. هتبدأي بقى كمان تجيبي كيس فويل كده، وبتبقى طبعا لازم تحكميه كويس عشان يبدأ ان هو يجمد معاكي ويمسك. بسم الله ما شاء الله، ما بتاخدش وقت خالص، وتنفع في العزومات وتنفع في رمضان وتنفع في كل حاجة. اسهل من اي كنافه عملتيها قبل كده. وبالمانجا احنا عملنا قبل كده بالمانجا، وقلنا بقى نعمل دي طريقه خفيفه كده وان شاء الله هتعجبك. طبعا احنا بنجهز ده قبلها بشويه، يعني بحوالي ساعه. بتبداي ان انت تعملي الفول ده وتشيلي في الفريزر يتجمد، وتبداي بقى تحطي نص كوبايه العسل اللي هو الشربات او السيرب، وبتبداي تنزلي بربع كوبايه العسل والجلوكوز زي ما انت شايفه قدامك. وبتبداي بقى تلمي الورق الاسترتش بتاعك، او ممكن تعمليه في كيس نايلون بتاع اللبن. ما توقفيش حاجه عندك. بطريقه اقتصاديه كده تبداي ان انت تعملي اي حاجه عندك. غيري وجددي وان شاء الله هتبقى معاكي مظبوطه. زي ما انت شايفه قدامك عملنا برضو الرول التاني، وهنبدا تعملي كده بالاسترتش ان انت تحكميه كويس، وبتبداي ان انت تقفليه. طبعا بيبقى محكوم او مشدود. وبتجيبي كمان ورقه الفويل بتحكميه زياده عشان يبقى الرول متماسك وحلو. هنبدأ بقى نحطهم في الفريزر. ومعانا كده السيرب، شايفة التقل والجمال بتاعه. طبعا احنا عملناه قبل كده على القناة، لو مش عارفة الطريقة ارجعي للفيديو السيرب وان شاء الله هيظبط معاكي، وطريقته سهلة برضو. معانا كده الكنافة مجمدينها، ده حوالي كيلو. هتبدأي بقى ان انتي تفتفتيه كده او تحطيه في الكبة، بس الكبة هتنعمه قوي، فطبعا احنا بنحبه بالطريقة اليدوية دي كده، زي ما انت شايفة قدامك كده زي ما انا وريتك عاملة ازاي. هنبدأ بقى نولع النار بتاعتنا، ودي معانا سمنة بلدي هنسيحها. هنبدأ بقى نسيح السمنة بتاعتنا كده، ونجيب الحلة هنبدأ ننزل فيها كده بالزبدة بتاعتنا. طبعا دي سمنة بلدي، طبعا تقدري تحطيها لنا اي مادة دهنية تحبيها. هنبدأ ننزل في الحلة بتاعتنا كده بالكنافة بتاعتنا، ونبدأ بقى نقلب لحد ما تاخد معانا اللون الجولد التحفة. خدي بالك من الحركات والتركات اللي جاية. طبعا احنا العسل عاملينه من الاول. طبعا هنا الكمية ما شاء الله على الحلة كبيرة، فحاولنا نجيب حاجة واسعة. وهنبدأ بقى كده نقلب كويس لحد ما تاخد معانا لون. هوقف طبعا وهرجع لكم تاني لحد ما تاخد معانا لون الجلد الذهبي الجميل. بتبدأي بقى رايحة جاية كده فيها. طبعا ما بتقدريش ان انتي تتحركي من جنبها ولا ثانية واحدة. بتبدأي تقلبي فيها كده لحد ما تاخد معاكي اللون الحلو اللي انت شايفاه قدامك. طبعا احنا مش هو ده اللون اللي احنا وصلنا له. هتشوفي اللون في الاخر، اللون عامل ازاي تحفة جدا، وكمان الكاميرا ظلمة لونه. بسم الله ما شاء الله، ما بتاخدش معاكي وقت، وبتقدري ان انت تجهزيها. حتى لو انت عازمة حد بتقدري ان انت تجهزيها ما بتكملش معاكي ساعة. بتسيبيها في الفريزر كده الحاجة اللي احنا عملناه. وطبعا لازم تفضيها الكنافة من الحاجة اللي انت عاملاها فيها. بتجهزي بقى الكنافة على طول وتحطيها في الفريزر، ما تاخدش معاكي وقت. هنبدأ بقى نجيب السيرب بتاعنا كده، ونبدأ ان احنا نحط اللي على الكنافة بتاعتنا لحد ما تشرب السيرب بتاعها كله على قد الكمية اللي احنا عايزينها. زي ما انت شايفة قدامك هنفضل نسقي فيها كده لحد ما تشرب. طبعا والله الكاميرا ظلمة لونها خالص. بتبدأ بقى تمسكيها بايديكي كده لحد ما تبقى تلاقيها معاكي مش مفرفتة خالص، وبتبقى متماسكة شوية زي ما انت شايفة قدامك كده. هبدأ بقى اجيب الاسترتش بتاعي، هعمل برضو نفس النظام.
هعمل كده الاسترتش بتاعي زي ما انت شايفه قدامك. طبعا هيدوخني شويه على مظبوطه، وهبدا اقطع الاسترتش لحد ما شوفي باظ. هبدا ان انا عملته تاني. هبدا بقى احط طبقه الكنافه بتاعتنا كده زي ما انت شايفه قدامك، وتبداي ان انت تحطيها وتضغطيها على قد المربع اللي انت عايزاه، على قد اللي انت الاسطوانه اللي انت عاملاها من الفول. طبعا تقدري تحطي المكسرات اللي انت تحبيها، ممكن تحطي لوز او بندق او عين جمل، المتاح عندك اعمليه. احنا قلنا النهارده نعملها اقتصاديه بالفول، فطبعا ما بتاخدش منك مجهود خالص. وطبعا طالما هتعمليها اكيد هيبقى عندك الفول، وهي مش مكلفه خالص. بتبداي ان انت تقصي بقى كده طبعا احنا طلعنا الفول من الفريزر، كان واخد حوالي ساعتين على ما خلصنا. ظبطنا يعني جبنا الكنافه وطلعناه من الفريزر، وحطينا بقى الفول كده زي ما انت شايفه قدامك. وهنبدا بقى نلف الاسترتش رول عليه زي ما انت شايفه قدامك بنفس الطريقه كده. تبداي برضو رايحه جايه كده لحد ما بيتقفل معاكي، وتقفلي كويس وبتبرمي قوي بقى كده. وبتبداي ان انت تجيبي برضو الورق الفويل، وبتبداي تحكمي كده زي ما انت شايفه قدامك، وتلفي زي ما انت شايفه قدامك، وتضغطي جامد، وتركني بقى على جنب وتحطيه في الفريزر. هنبدا نعمل التاني بنفس النظام. طبعا عملت معاكم الاتنين عشان اللي مخدش باله من الاولاني ياخد باله من التاني. زي ما انت شايفه قدامك تبداي ان انت ترصي كنافه على شكل مستطيل. طبعا بتبقى بكميه وافيه. طبعا احنا كده هنا شايفه الرول بتاع الفول عامل ازاي. انا طبعا كنت انا بعد شويه، فابدا ان انا اظبط الحروف عشان يبقى متماسك كله. وبتبداي ان انت تلفي الكنافه زي ما انت شايفه قدامك كده بالرول. طبعا هنا كان الرول صغير شويه، بدات ان انا اظبطه بالاسترتش. وطبعا جبت ورقه الفويل نفس النظام زي ما انت شايفه قدامك كده، وحطهم بقى في التلاجة زي ما انت شايفه قدامك. ما شاء الله طلعنا الاتنين من الفريزر، كان عدى حوالي ساعتين. هنبدا بقى كده نفتحهم من بسم الله ما شاء الله من ورق الاسترتش. شايفه الجمال عندك عامل ازاي. هبدا بقى اجيب الصينيه بتاعتي، وهبدا ان انا اقطع كده. طبعا كان في حته عدت من الكنافه وانا بقطعها، طبعا ما اتصورتش. بتبداي ان انت تاخديها بالوربه او تعمليها دايره الشكل اللي تحبيه قطعيه. وبسم الله ما شاء الله ادي النتيجه قدامك، وبألف هنا وشفا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.